تم استقبال الوفد المغربي بشكل حافل ومميز، وذلك عن طريق تقديم الورد والحلويات ترحيبا بالمنتخب المغربي وبكل أعضاء الوفد. كما كانت فرقة موسيقية حاضرة في المنصة الشرفية التابعة لمطار محمد بوضياف، إلى جانب مسؤولين من وزارة الشباب والرياضة الجزائرية ترحيبا بالوفد المغربي. وقد حلت بعثة المنتخب المغربي تحت 17 سنة لكرة القدم اليوم الجمعة بالجزائر عبر رحلة مباشرة من مطار مدينة الرباط الدولي اتجاه مدينة قسنطينة الجزائرية للمشاركة في بطولة أفريقيا للناشئين المقرر انطلاقها السبت المقبل، وتستمر إلى غاية 19 من شهر مايو أيار المقبل. وقد كان رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو هو من أنهى هذه الأزمة بين المغرب والجزائر بخصوص طريقة تنقل بعثة المنتخب المغربي. تدخل الاتحاد الدولي، والتي تكررت للمرة الثانية بعدما غاب المنتخب المغربي عن المشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين مطلع العام الجاري بسبب رفضه التنقل إلى الجزائر بدعوى عدم الترخيص لطائرة الخطوط الملكية المغربية بدخول المجال الجوي الجزائري المغلق أمام الطائرات المغربية. وقرر الاتحاد الدولي في مراسلة توصل بها الاتحاد المغربي والاتحاد الجزائري تنقل المنتخب المغربي عبر رحلة مباشرة من مدينة الرباط إلى مدينة قسنطينة على متن طائرة خاصة تابعة لشركة الطيران الدولية ستار إيست كومباني، التي يوجد مقرها في مدينة بوخارست الرومانية، والتي ترتبط بعقد شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ يحمل الاتحاد الدولي تكلفة استئجار الطائرة على نفقته الخاصة، رغبة منه في وضع حد لهذه الأزمة بتقديم حل يرضي الطرفين.